كارثة الحرائق. الحرائق اللي صرات حرائق عادية جدا. كي نقول عادية تحدث في أفضل دول العالم، تحدث في أمريكا كاليفورنيا كل عام تصرى الحرائق، في إسبانيا تصرى الحرائق، في فرنسا تصرى الحرائق، ونظن اليوم ولا البارح صارت حرائق كثيرة في كثير من دول العالم. لكن أنا عمري ما سمعت في أمريكا أو في بريطانيا أو في كذا أنهم شدوا واحد في الغابة رفد بيدوني صوص ويحرق. هذه عمري ما سمعتها. أنا باش نكون معكم صريح، هذا السيناريوهات، هذه الافلام نتاع شدوا جماعه رافدين بيدوني صوص ويحرق، هذه كلها انا بالنسبه لي مفبركه حتى يكالميو الشعب. قال يعني الفشل الذريع اللي توقع فيه الحكومه واجهزه الحمايه واخماد الحرائق، يلصقوها في واحد والله ابرياء قال تم القاء القبض على 2 لقاهم رف بدون صوص راح. يعني حتى وان كانت يا سيدي نفترضوا راه كاين واحد لقيناه يحرق، هذا ليس خبر، خلي مصالح الامن تكفل معاه ووصلت كان بيه. احنا يهمنا المشكل الاساسي. المشكل الاساسي هو الوقايه، لانه هذه الحرائق ماهيش عمل مفاجئ، ماهوش فرض فجائي يصرالنا ودخنا فيه، لا، هذا عمل يصرى كل عام. هذا عمل إذا كان اعتبرناه أمر طبيعي أو اعتبرناه عمل إجرامي، سميه كما تحب، عمل طبيعي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي الشمس تضرب في قرعة تاع بيرة اللي يروحوا يشربوا البيرة في الغابة ويخليوها تضرب فيها الشمس، تعكس الأشعة تاعها، تحرق الخشخاش هذا وتشعل النار. هذا عمل طبيعي. أو طائر من الطيور، يا أخي على بالنا بلي كاين طائر من الطيور ربي خلقه يشعل النار وينقل النار من بلاصة لبلاصة معروفة. ابحثوا في جوجل تلقاو طائر معروف يشعل النار، ربي دايرو لحكمة يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن الحرائق عمل طبيعي أو كارثة طبيعية، مثل الزلزال، مثل البركان، مثل أي كارثة من الكوارث الطبيعية. الحرائق أمر طبيعي. لنفترض أنه عمل إجرامي قامت به مجموعة إرهابية أو مجموعة مش عارف أنا إجرامية أو مجموعة مخربة أو ناس يحبوا، وهذا ممكن لأنه قبل 2 أو 3 سنوات كانت لدي معلومات، وصلتني معلومات وكنت تكلمت عليها، قلت أنهم يحضرون لحرائق وصرات. أنا قبل ما تصرى الحرائق تيزوزو قلت لكم راح تصرى حرائق. لماذا؟ لأنه كانت عندي معلومات من بعض اللي مشاركين في هذا المخطط للإجرام اللي هم مغاربة، وقلتها مغاربة مع جماعة الماك كانوا مخططين لارتكاب جرائم من بينها، وقلت لكم وهذا الجرائم راهي ما زالت قائمة. المخطط هذا ما زال قائم: إحراق الغابات، تسميم السدود. نعم، فيه مخطط لتسميم السدود، عندهم مواد سامة يرموها في البراجات، خاصة السدود الصغيرة يرموها باش الناس يرهجوا، تصرى موت وتصرى بانيك وكذا وفوضى. هذا هو المخطط، وهذا مخطط قديم موش جديد، مخطط قديم. كل عام كي يوصل وقت كما هذا يبدأوا يخموا في الحرائق ونظرة المياه وكذا وكذا، يبدأوا يخموا في أفعال إجرامية، ارتكاب أفعال إجرامية. إذن هذه الجرائم اللي صرات أو هذه الكوارث اللي صرات كوارث تتكرر، الحمد لله تتكرر كل سنة. يعني الآن من 2020 احنا كل عام تصرى الحريقة. 2020 الدنيا تحرقت، 21 الدنيا تحرقت، 22 23 24 25، كل عام رانا في 6 سنين كل عام تصرى حريقة. هذا لا يعني أنه قبل 2020 ما كانش كاين، قبل 2020 كاين، ما في وقت بوتفليقة الله يرحمه، ما في وقت شادلي الله يرحمه، الحرائق تصرى. ولكن الآن نتكلموا من 2020 لأنه النظام أو السلطة أو السيستم الجديد هذا هي تاع الجزائر الجديدة قالوا لنا باللي خلاص رانا تكفلنا بالموضوع ونقضيو على هذا الحرائق. كيفاش؟
رانا قررنا نشروا طائرات إطفاء الحرائق ونزيدوا إمكانيات للحماية المدنية ونديروا. السؤال: أين هي الطائرات؟ طائرات لإخماد الحرائق هذه وين راهي؟ 20 ولا 15 ولا مش عارف شحال من طيارة، وين راهي؟ لأنه السعر الطائرات هذه لو كان نشروا 50 طيارة لو كان نشروها أقل بكثير من المساعدات اللي مديناها لدول كثيرة اللي دارت علينا، اللي قطعتنا بالكف. المساعدات اللي قدمناها المالي والنيجر وبوركينا فاسو والموزمبيق والطوغو وكذا، مساعدات التاوسة والتبريحات اللي مديناها لهم، كنا قادرين نشروا 100 طيارة. كي نقولوا 100 طائرة معناتها إخماد الحرائق يكون خلال ساعات. لنعطي لكم مثال، قلت لكم بلي الحرائق هذه تحدث في أفضل دول العالم وأقوى دول العالم صار فيها حرائق، ولكن ما نسمعوش هذه الهيلولة وعجز السلطات والناس تحرقوا، ما نسمعوش. أمريكا كل عام تصرح حرائق في كاليفورنيا، غابات كاليفورنيا تصرح حرائق، لكن قضية ساعة ساعتين يخمدوا النار. صلتكني ساعة ساعتين طائرات تدخل الحماية المدنية ويتم القضاء عليها. وصلتكني في فرنسا تصرح حرائق ساعتين 3 ساعات انتهى. اسبانيا ساعتين 3 ساعات انتهى. الا احنا عندنا في الجزائر تقعد ايام، تقعد 3 ايام 4 ايام وهي النار شاعله حتى تطفى وحدها، او يطفوها بعض المواطنين بالبياد المساكن. ولا كما الوالي تاع قالمه رفد بيدون، والي تاع قالمه وراح يطفي في النار. يعني الدوله كلها طفي النار بيدون تاع ما يعمروا سيد الوالي ويروح يطفي النار. الشعبويه الزائده. أين هي الطائرات التي وعدتنا بها الحكومة أو الحكومات؟ وراهم الطيارات هذو؟ وراهم ولا راهم مقارين نشبحوا نصوروا معاهم ولا شنو؟ السؤال على الطائرات يقودنا إلى السؤال على الحافلات. وراهم الحافلات من اللي طاحت الحافلات تاع الحراج، قال لك بلا حين نجيبوا 1000 ولا 10000 أنا هذه واحد نبهني ليها، واحد في العاصمة أنا قال لي بزاف، قالوا لنا نجيبوا الحافلات، قال لي في العاصمة والله ما نشوفوا الحافلات. قلت له بالك شحال نداوهم تيميمون ولا نداوهم بشار ولا قال لي مانيش عارف اذا كان نداوهم الاضرار ولا بشار ما نعرف. قال لي بصح في العاصمه الحافلات اللي قالوا لنا جبناهم جدد ولمصلحه المواطنين، قال لي والله ما شفناهم. قال لي مازال الحافلات القدم منطبطبين والناس كرهت، تهدر خلاص ملت، وصلت لهنا. الناس كرهت تهدر بينها وبين بعضها. اما في الفيسبوك ولا كذا ممنوع تهدر، تدخل الحبس جبيك، تهدر تدخل الحبس.